السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو مش جديد، هو تكملة فيديو كنت عاملاه قبل كده. كنت عاملة معاكم الفسيخ. النهاردة بقى هنفتح عليه ونشوف بقى الفسيخ بتاعنا عامل ايه النهاردة، وهنقول ايه؟ بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنفتح بقى الفسيخ بتاعنا وشمي بقى الروايح الجميلة. هنقول ايه كده، ونقول بسم الله كده. هنجيب بقى الاول صينيه وهنمسك الكيس بتاعنا. طبعا احنا حاطينه في 10 اكياس زي ما انتم عارفين، فهنفتح عليه كده ايه، واحده واحده كده بالشكل ده كده. نطلع كيس كيس كده. هو عدى عليه طبعا زي ما قلت لكم، هو في الشتاء بيقعد من 15 يوم ل 20 يوم. احنا ايه فات عليه 20، يعني انا اديته ايه مهله اكتر من اللي انا كنت مديها له. قلت ايه عشان يطلع معانا كده زبده كده وحاجه تحفه ملهاش حل. طبعا الناس اللي ملهاش في الفسيخ تركن شويه بقى. هنفتح ايه الكيس زي ما انتم شايفين كده، واقول لكم تخزنوه ازاي. لو انتم مثلا هتفتحوا مثلا واحده بس وعايزين تاكلوها وعايزين تعينوا الباقي، هقول لكم ازاي تخزنوه برضو. هنفتح بقى ايه 100 كيس. هنفضل بقى نفتح في الاكياس كده دي لغايه لما نوصل لاول كيس. نجيب بقى مقص كده ونفتح بسرعه كده. بالراحه كده نفضل نفتح لغايه لما نوصل للفسيخ بتاعنا ونشوف مستخبي فيه. نفتح برضه الكيس ده كده بالمقص. واو واو واو، ريحته مش قادره اقول لكم بقى. نفتح الكيس كده خلاص كده، بالتالي اخر حاجه واخيرا وصلنا للفسيخ. هنطلعه كده. شايفين اللون؟ بجد والله اللون تحفه ملوش حل. طلع الفسيخ بتاعنا كده. انا هفتح معاكم واحده بس اللي احنا هناكلها دلوقتي، والباقي هنشيله في اكياس عاديه زي ما هو كده في الفريز. بس طبعا نحطه في كذا كيس عشان الريحه وكده. فسيخه بجد بسم الله ما شاء الله، زبده. شايفين الجمال؟ الله اكبر عليه. اهو هنمسك واحده بقى ونفتحها. بس نجيب طبق برضو. هنجيب طبق كده ونفتح واحده معاكم. ايه، نطلع دي كده ولا نطلع واحده؟ هي دي حلوه، نطلع دي. هنركن بقى الفسيخ بتاعنا كده في ركن، وهنجيب الفسيخيه بتاعتنا بالشكل ده كده. نشيل الاسترتش اللي عليه زي ما قلت لكم. احنا كنا عاملينه في استرتش مش حاطينه في اكياس. نشيل الاسترتش بتاعها كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هننضفها بقى معاكم. انا لقيت بنتي جعانه بتقول لي يا ماما انا عايزه اكل اي حاجه، فقلت لها تاكلي فسيخ؟ قالت لي اهو. رحت مطلعه قلت نفتح عليه معاكم النهارده كده ونشوف اخباره ايه. طبعا البوري بتاعنا النهارده مبطخ وجميل. هنجيب بقى سكينه عشان نكحت الفسيخايه. نطلع القشر بتاعها كده بالشكل ده كده.
اعمليه بالطريقه دي مش هتندمي. طبعا انا بجيب الكيلو من بره ب 180 جنيه، فحرام انت هتجيبي الكيلو بوري ب 70 جنيه، وهتروحي مخليه مش هياخد معاكي حاجه خالص. هما شويه ملح وشويه شط، ما كنتش عايزه تحطي كركم، مش عاوزه براحتك برضو. اهو انا منضفها بالشكل ده كده. شايفين الجمال؟ زبده 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 بجد والله. هننضف بس الطبق ده وارجع لكم تاني. هنا بقى خلاص ايه، نضفنا الطبق بتاعنا. هنفتح الفسيخيه كده ونقول بسم الله كده. نجيب سكينه بس نقطع ايه الراس بتاعت الفسيخيه. اللي بيحب يمصمص بقى الراس يخليها، بس انا ما بحبهاش. نفتحها بالشكل ده كده، نرميها ايه في الباسكت بتاعنا كده، ونقول ايه كده بسم الله كده. شايفين البطروخ بتاعه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه بجد والله. تحفه تحفه تحفه. نطلع البطروخ بتاعنا بقى كده اهو. شايفين البطروخ عامل ازاي؟ زبده. هننضف بقى اي حاجه مش كويسه في الايه في السمكايه. نجيب المقص بس ايه، هنفتح كده اهو. شايفين الفسيخيه عامله ازاي؟ ده البطروخ برضو زي ما قلت لكم، السمك بتاعنا مبطرخ جميل جدا. هنشيل اي حاجه مش كويسه ونرميها. يا بسم الله ما شاء الله، يعني بطن السمكايه ما فيهاش اي حاجه، نضيفه جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا اللي عايزين بقى تشيلوا الشوكه دي، بس في ناس بيحبوا ايه يمصمصوها اهو. شايفين الجمال بجد والله، الجمال عدى الوصف. السمكايه زبده 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 بجد والله. عايزه بقى ايه 15 ترغيفه كده ووصلتين وتعيشي حياتك فيها. نجيب بس معلقه كده، ناخد قطعه كده ونشوف طعمها ايه، او شوكه اهو. واو طعمها تحفه ملوش حل. طبعا حبيت افتح معاكم الفسيخ النهارده عشان تشوفوا النتيجه. انا عملت الفيديو قبل كده وقلت لكم اول ما افتح عليه هتشوفوا النتيجه بتاعته. نتيجه جميله جدا مرضيه جدا، انا راضيه عنها بجد والله جميله. جربوه بالطريقه دي مش هتندموا. طبعا هنجيب بقى طبق كده ونحط الفسيخيه الجميله دي كده. دي كانت طريقتنا في تخليل الفسيخ بعد ما فتحناه بجد والله تحفه ملوش حل. والفسيخ ده طبعا هنحطه في اكياس ونحطه في الفريزر زي ما قلت لكم. هنطلعه هنروح منضفينه وفاتحينه عادي مفيهوش اي مشكله. اهم حاجه ما تسيبوش بره، لان لو تسيبيه بره هيبوظ منك. شايفين الجمال لونه تحفه بجد والله. طبعا لو عجبتكم الطريقه متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.